اللهم اجبر خاطر كل مكسور، وفرج هم كل مهموم، وأدخل السعادة في قلب كل حزين، واشفي برحمتك كل من يتألم، واقضي بكرمك كل حوائجنا، واستجب كل دعواتنا، واغفر ذنوبنا، وارزق نفوسنا الراحة والطمأنينة، واحفظنا بعينك التي لا تنام، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا. اخباركم ايه؟ بتمنى يا رب ان انتوا تكونوا بخير، وان انتوا تكونوا بالف صحه، وكل سنه وانتم طيبين. بحلول شهر رجب. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا الايام بخير، وان شاء الله اللهم بلغنا رمضان ولا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بقى كده يا حبايبي، شجعوني كده باللايك. لو انت لسه جديدة معايا، ما تنسوش بقى تشتركي في القناة. اتمنى يا رب تشجعيني وتدعميني كده علشان قناتي تكبر بيكم يا احلى اخوات في الدنيا. تشجعوني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وان شاء الله قناتي تكبر بيكم. وطبعا حبايبي الغاليين ما ينسوش بقى يحطوا لنا اللايك بتاعهم الجميل، ويكتبوا لي تعليق كده حلو، ويقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو النهارده. اتمنى يا رب ان يكون الفيديو كده يعجبكم، واتمنى تعملوا لي كده مشاهدة لاطول وقت ممكن، عشان يا جماعة فيديوهات عندي المشاهدات قليلة جدا. اتمنى يا رب تاخدوا كده جولة عندي وتعملوا لي كده مشاهدة كده حلوة. ربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمناش منكم ابدا. طبعا زي ما انتم شايفين كده، انا هنا بعمل ايه. انا طبعا دخلت اول حاجة، قلت كده اروق الأوضة بتاعت البنات عندي، عشان طبعا الفيديو بتاعنا النهاردة هيبقى في المطبخ. يعني انا قلت بس اخد كده جزء منه، عشان خاطر كنت برتب الأوضة زي ما انتوا شايفين كده. عشان قلنا نخش المطبخ، انا كنت جايبة حاجات هنفرزها. طبعا يا جماعة اليومين دول التفريزات، طبعا البسلة موجودة في السوق جميلة جدا. طبعا اليومين دول الشهر دوت شهر طوبة. تقدري تجيبي كل حاجة وتخزنيها، تبقى جميلة جدا في الشهر ده. طبعا جبنة بسلة وهفرزها بقى كده معاكم، جبنة برضو سبانخ، هنعملها. بس خليكم معايا وشوفوا كده الفيديو لحد يعني اخره عشان خاطر يعجبكم. والطريقة بتاعة التفريز برضو البسلة انا كنت عاملاها معاكم قبل كده في القناة السنة اللي فاتت. والمقطع ده يا جماعة انا كنت عايزة اقول لكم ان الجو كان بره كان بينطر جامد، وانا كنت ناشرة غسيل على الحبل، ودخلت عشان خاطر احط في المشمع. لقيت انا الخمار بتاعي غرق زي ما انتوا شفتوه كده، والجو كان نطرة وكانت شديدة جدا. يلا الحمد لله. طبعا زي ما انتوا شايفين كده خلصنا الأوضة ودخلنا على المطبخ. المطبخ كان فيه حبة مواعين كده، قلنا نشطبهم كده أول حاجة عشان نبتدي نشوف احنا هنعمل ايه. وطبعا ما تنسوش بقى تحطوا لنا رأي كتير كده، وتشجعوني كده وتقولي لي ايه رأيكم في الفيديوهات بتاعتي. أتمنى يا رب، ومستنية رأيكم يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا اول حاجة تشجعي كده معايا، وقومي لو وراكي اي حاجة اسمعي كده الفيديو لحد يعني كده اخره، هتستفادي منه كتير. اتمنى يا رب كده يعجبك وتشجعيني باللايك. ولو انت اول مرة تشوفيني نورتيني في قناتي، اتمنى ان انت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على علامة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بقى تعالوا نشوف الروتين بتاعنا. طبعا احنا اول حاجة دخلنا المطبخ وخلصنا المواعين، احنا لسه بنغسلها اهوت. هنخلص المواعين وهنخش على التفريزات بتاعتنا. طبعا الحاجات اليومين دول في السوق الخضار هو مش رخيص جدا، يعني مش رخيص قوي يعني. الحاجة لسه برضو شادة. يعني انا جايبة بسلة الكيلو ونص ب10، هنفرزها مع بعض. وطب كمان جبت برضو السبانخ. وعلى فكرة البسلة انا مش اول مرة افرزها معاكم، عشان خاطر انا طبعا عملتها معاكم قبل كده في القناة السنة اللي فاتت. طبعا انا طبعا بخزنها كل سنة بنفس الطريقة ديت. انا بخزنها من السنة للسنة، بتبقى جميلة جدا بنفس الطريقة ديت، بتبقى حلوة. وعملتها معاكم كذا مرة برضو في القناة.
طبختها معاكم مرة بلحمة، مرة بفراخ، مرة من غير لحمة خالص، وكانت جميلة جدا. اتمنى يا رب تشوفوا كده الفيديو موجود في القناة، ان شاء الله كده يعجبكم بإذن الله. وان شاء الله انا هنزل لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت، واتمنى تاخدوا كده جولة عندي، ان شاء الله قناتي كده تعجبكم بإذن الله. عايزة اقول لكم كمان، وهجبنا برضو السبانخ وهنفرزها مع بعض. طبعا اللي هي السبانخ اول مرة افرزها معاكم، بس انا بعملها على طول برضو. انا بفرز بجيب كل يعني الخضار وبفرزه من السنة للسنة. وطبعا كنت مفرزة قبل كده ملوخية برضو خضرة معاكم، وطبعا بطلعها وبعملها زي ما انتوا عارفين طبعا الناس اللي متابعيني، وبعمل كل الخضار دوت في الوقت اللي ما بيكونش فيه الخضار موجود في السوق، بيبقى جميل جدا. ان شاء الله كده تاخدوا جولة عندي، و... واتمنى يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم، ومستنية رأيكم جميعا. طبعا يا حبايبي، ما تنسوش بقى تشجعوني كده وتعالوا لي كده الفيديو دوت باللايك كده. اعملوا لنا لايكات كتير وشجعوني عشان خاطر قناتي تكبر بيكم. طبعا زي ما انتم شايفين كده، ودخلنا على البوتاجاز بتاعنا كمان. احنا لازم نظبط المطبخ عشان خاطر نعرف نقف. زي ما انتم عارفين انا ما بحبش اقف في المطبخ ولا اعمل اي حاجه غير لما بصبن المواعين واروح غسل البوتاجاز واروق الدنيا كده حواليا عشان اعرف اقف. زي ما انتم عارفين طبعا كل الناس اللي طبعا معايا عارفين انا طبعا لازم اعمل كل الحاجات ديت قبل ما اخش على الوصفه بتاعتنا او اخش على اي حاجه انا هعملها. زي ما انتم شايفين كده، واحنا كستات يعني بيوت كلنا عندنا نفس برضو الطريقة ديت. كلنا لازم ما نعرفش نقف لما بنكون الدنيا رايقة كده حوالينا. طبعا زي ما انتوا طبعا عارفين اكيد طبعا كلنا طبعا كده، مش انا يعني لوحدي. تمام كده. طبعا انا بشكر الناس اللي دخلوا عندي جداد، وبقول لهم انتوا نورتوني وشرفتوني في قناتي، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله قناتي تكبر بيكم. يا احلى اخوات ويا احلى متابعين في الدنيا. وطبعا بشكر الناس اللي معايا من زمان، بقول لهم انتوا ربنا يا رب يخليكم ليا يا رب، وانتم بتدوني طاقة كده وتشجيع. ربنا يا رب يخلينا كده لبعض دايما، وان شاء الله قناتها هتكبر بيكم، وان شاء الله كلنا مع بعض، وانتم احلى عيلة واحلى اخوات في الدنيا. وبشكر اي حد بيعمل لي لايك واي حد بينسى اللايك كمان، انا طبعا بشكركم، وبقول لكم ربنا يا رب يخليكم ليا وربنا يجازيكم خير. طبعا احنا هنا خلصنا البوتاجاز وعلقنا على يعني الميه اللي هي بتغلي قدامكم اهيت، ونزلت معلقه صغيره ملح زي ما انتم شايفين، ونزلت عليها جبت البسله وعليها برضو الجزر. انا بحب افرز الاتنين كده مع بعض بنفس الطريقه ديت، ويا دوبك بتقوم يا دوبك هتغلي. يعني انا مش بسيبها بتغلي، لا انا يا دوبك هي يا دوبك هتقوم تغلي بس كده، بروح طافيه عليها وبروح مصفياها تحت الحوض. تحت كده تحت الحوض ايه، تحت كده تحت الحنفيه تحت الميه كده الجاريه. زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا يا جماعه الطريقه ديت انا طبعا بفضلها عشان انا بستعملها وبعملها على طول بنفس الطريقه ديت، وبطلعها وبعملها بتبقى جميله جدا، وتقعد عندك. انا بخزنها والله من السنه للسنه بتبقى جميله جدا. طعمها حلو ونفس الخضار بتاعها حلو جدا وبتبقى جميلة. اهم بس خطوة اللي انت تاخديها بعد ما يعني تديلها صدمة، بعد ما يا دوبك هتقوم تغلي كده تروحي طافية عليها وتروحي مصفياها تحت كده المية زي ما انتوا شايفين كده، وبخليها لما بتبرد خالص خالص تبقى باردة خالص يعني، وبسيبها بقى ايه بتتصفى. طبعا الطريقة دي جميلة جدا، انا طبعا مجرباها وبعملها على طول من زمان، مجرباها وطريقة مضمونة جدا. وانا طبعا بعملها كده على طول من قبل كمان ما افتح كمان القناة، وانا كنت على طول بعملها كده بنفس يعني الطريقة ديت. تمام كده. انا طبعا سبتها لما تبرد خالص وتنزل كل المية بتاعتها. طبعا جبنا السبانخ زي ما انتم شايفين. السبانخ دلوقتي في السوق انا جايباها كيلو ونص ب10 زي ما انتم شايفين كده. وطبعا انا بحب اغسلها وهي سليمة كده. طبعا ليه؟ عشان بتبقى فيها رملة وفيها يعني، عشان يعني نغسلها كده كويس عشان الرملة والطينة والكلام ده لازم نغسلها كويس. وطبعا انا بروح نقعاها، انا طبعا بروح منضفاها وانا واقفة كده برضو على الحوض. لو فيها اي حاجة، فيها ورقة مثلا لونها مثلا مصفر، فيها اي حاجة ورقة مثلا دبلانة، بروح رمياها. بنضفها كده زي ما انتم شايفين، وبروح نقعاها برضو في قلب الطبق، وبنسيبها شوية. وكل شوية نيجي نغير عليها المية، نغسلها مرة واتنين وتلاتة. اهم حاجة ان احنا نغسل الحاجات دي، جميلة جدا يا جماعة. لازم نغسلها كويس عشان بتبقى فيها ايه
رملة كده معانا. تمام كده. طبعا انا سبت طبعا سبت السبانخ بتتنقع. وهنا رحت ايه قلت لما البسلة زي ما انتوا شايفين. عبوها بقى زي ما انتوا عايزين، المقدار اللي طبعا يناسبكم. بس اعملي حسابك ان الكيس يعني ايه، تخرجي منه الهواء. اهم خطوة، اهم خطوة يا جماعة في اي تفريز انتوا بتفرزوه، في اي حاجة مش شرط بسلة بس، ان انتوا تخرجوا من الكيس ما تخلوش فيه يعني هواء. لازم تخرجوا منه الهواء كويس جدا. تمام كده. طبعا انا هعبيها معاكم اهوت. طبعا عبيها بقى على قد المقدار اللي انت ايه، او على قد بقى الطبخه بقى بتاعتك زي ما انتوا شايفين كده اهو. الطريقه دي جميله جدا يا جماعه، واهي طريقه سهله وبسيطه جدا، ما خدتش منك اي حاجه خالص. طبعا انا هعبي الكميه ديت. انا طبعا جبت الكميه ديت بس كده. كنت جايبه دول 3 كيلو ونص. اه زي ما انتوا شايفين ان انا مش بفرز برضو كتير. انتم عارفين طبعا ان انا كل لما بروح السوق بجيب حبه كده وبروح عاملاهم عشان ما يبقاش كتير عليا. اه زي ما انتوا شايفين عشان خاطر ما لو جبت كمية كبيرة مرة يعني واحدة، لا بتعب فيها. ان انا اقعد افصصها وبتعب يعني فيها. لكن اجيبهم كل ما بروح السوق بجيب حبة كده احسن. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. اي ادينا فرزناها واللون بتاعها الاخضر الجميل جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. اتمنى يا رب تجيبوا كده حبه يلا بسله وتقوموا تعملوها كده وتشجعوا كده معايا. وادي بقى السبانخ بقى احنا غسلناها كويس جدا كذا مره. ورحت جايبه كده فوطه كده ورحت حطاها عليها عشان خاطر بتنشف. تسيبيها بقى فتره كبيره وتفضلي كل شويه تيجي تروحي مقلبه كده فيها لحد لما تحس انها الورق بتاعها نشف خالص، ما بقاش فيه ميه. ولو في ميه برضو وانت برضو بتخرطيها هقول لك انا عملت فيها ايه. طبعا زي ما انتم شايفين كده طبعا رحت وانا طبعا بخرطها حسيت ان فيها ميه. رحت جايبه كده فوطه ورحت فردها كده عليها سبتها قد ساعتين كده كمان ولا حاجه لحد لما بقت ناشفه خالص، ناشفه جدا جدا يعني. حتى لو فيها ميه انت ممكن تبيتيها، لو عاملاها مثلا بالليل اعمليها بالليل وسيبيها وقومي بقى الصبح روحي ايه معبيها. طبعا زي ما انتم شايفين كده كده ما فيهاش فيها ميه خالص. وزي ما انتم شايفين وطبعا بنعبيها. اهم خطوه ان احنا اللي هي السبانخ ما يكونش فيها ميه خالص، تكون ناشفه جدا كده. وتكون اللهم صل على النبي. تاني برضو تركايه ان انتي تخرجي الهواء من الكيس زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دول اهم طبعا خطوات يا جماعه في اي طبعا في اي حاجه انتي بتفرزيها. وطبعا الكيس على قد كده الكميه بتاعتك اهي، على قد يعني كده الطبخه. وانا هنا كنت نسيت اجيب كزبره معاها بس انا هبقى اجيب كزبره واروح حطها معاهم. يعني مع الكيس كده انا بروح حطهم في كيس كده كبير. اروح كاتبه عليها عشان ابقى عارفاها ان ديت ايه، ان ديت طبعا السبانخ. عشان انا ببقى برضو جايبه برضو خضره وبرضو بروح مفرزوها عشان ما اتلخبطش. وزي ما انتوا شايفين كده هنا بقى انا كنت جايبه برضو خضره. انا المقطع دوت يا جماعه كان يعني كده قديم بقاله يعني اسبوعين كده ولا يعني حاجه. بس انا كنت بصراحة رحت مصوراه. وكمان انا اصلا نسيت ان انا يعني انزله. فسبحان الله جه كده ميعاد ان انا كنت جايبه بقى بسله الحاجات ديت، وقلت لما انزله بقى معايا المقطع ده. طبعا انا كنت جايبه كان عندي خضره. كنت جايبه خضره كميتها كده حلوه ورحت ايه غسلها كويس. ورحت منشفاها بنفس طريقه اللي احنا كنا عاملين بيها دلوقتي اللي هي السبانخ. اهم خطوه انها ما تكونش فيها ميه برضو خالص. وسبتها تنشف براحتها. رحت مخلطاها برضو ورحت مفرشاها زي ما انتوا شايفين على برضو فوطة. ورحت ايه مكيساها كده. اهم حاجة ما تستعجلوش عليها، خلوا الحاجة تنشف براحتها يا جماعة. يعني لو انت غسلاها من مثلا بالليل قومي مثلا الصبح سيبيها براحتها خالص وقومي ايه معبياها وخرجي. اهم حاجة الهوا يا جماعة، لو فضل في الكيس الحاجة يا جماعة بتبوظ. انا طبعا بقول لكم اهو عشان طبعا في ناس ما تعرفش وبتربط الحاجة كده وخلاص وبتروح عينيها وتيجي تطلع اي طبعا نوع طبعا خضر وتروح عاملاه بتلاقيه بايظ معايا. طبعا انا طبعا بحب اقول لكم على الحاجات دي عشان خاطر اخواتنا وبناتنا اللي هم لسه داخلين المطبخ جداد ما يعرفوش المعلومات دي. طبعا زي ما انتم شايفين عملنا كده كيسين حلوين كده خضره هم. وانا برضو لسه هجيب برضو تاني وافرزهم عشان انا مش بحب اجيب كميات كبيره عشان خاطر بتتعبني جدا لما بقعد افرز الحاجات دي. عشان تعرفين انها متعبه جدا. تمام كده. طبعا الحقوا نفسكم انزلوا هاتوا لكم يلا حبة يلا بسلة. اي خضار موجود في السوق انزلوا هاتوه يلا وفرزوه عشان خاطر شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وبخير يا رب. زي ما انتم شايفين كده. اتمنى يا رب يكون الفيديو يكون عجبكم بإذن الله. وما تنسوش بقى تحطوا لنا